وأحب بهذه المناسبة يا أحبائي أن أتوجه بالشكر إلى جميع الحضور، وعلى رأسهم سعادة سفير جمهورية مصر العربية السيد السفير أحمد فؤاد البديل، كما نشكر رؤساء المكاتب وأعضاء السفارة المصرية والجاليات والهيئات وجميع الذين حضروا للتهنئة كل باسمه. وكما تلوت على حضراتكم كلمة قداسة البابا، أترك المجال لسعادة السفير ليلقي عليكم على حضراتكم كلمة السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور. تفضل يا سعادة السفير. الإخوة والأخوات أنباط مصر في الخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بتهنئة قلبية عشية عيد الميلاد المجيد، وأن أعبر عن تمنياتي الصادقة لكم ولذويكم وأحبائكم في هذه الليلة المباركة بكل الخير والتوفيق. لكم إذ تحتفلون بعيد الميلاد المجيد ويستحضرون الطفل العطرة للسيد المسيح والعذراء البتول، إنما تحملون لواقع إقامتكم في كافة أنحاء العالم بعضا من أرض مصر من تاريخها العريق وحضارتها الثرية. وإنني على ثقة من انشغالكم بقضاء الوطن لا تحول دون المسافات مهما بعدت ولا سنوات الاغتراب مهما طالت. أقول لكم وأنتم تدركون قداسكم الليلة إن مصر ستظل صامدة في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يحاول الليل من أمن واستقرار شعبها العظيم، المسيحيين والمسلمين الذين تعاونوا